السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل الايس كريم بطريقه سهله جدا وبسيطه، اللي هو الجيلاتي او الجرانيتا. وهنعملها بالعصاير اللي موجوده عندنا في البيت، وهنعملها بالبسكوتات بتاعه الايس كريم بطريقه جميله، مش زي اللي بنشتريه من بره وما نعرفش ايه مصدره. احنا نعمله بمكونات مفيده، وان شاء الله هيفيدنا ويفيد ولادنا. وهنشوف المكونات بتاعته عباره عن بودرة جيلاتين كاكاو غامق، كاكاو فاتح، او كريم شانتيه، والفراولة، عصير فراولة، عصير مانجا. لو ما فيش العصاير هنستعمل الدريم فراولة، او الدريم مانجا، او الدريم بتاع الاناناس، او اي حاجة عصاير. انا هنشوفها مع بعض وهنعمله سوا بطريقة سهلة جدا وموجودة في كل بيت وكل انسان ممكن يجيبها. بس وهنشوف مع بعض. هنبتدي نحط المقادير بقى الصح للايس كريم. هنحط 3 كوبايات ميه، ونص كوبايه سكر بنفس المعيار الكوبايه، ونص كوبايه كريم شانتيه، وهنحط معلقتين جيلاتين باودر 2، وهنحطهم على شويه ميه صغيره. ادي المعلقتين، هنحط شويه ميه صغيره ونقلبهم كويس جدا لغايه ما يتجانسوا كده. وبعدين هنبتدي بقى نضرب الخليط بتاعنا، ونخلي الجيلاتين البودر مركون لغايه ما 5 دقايق كده نضرب. وبعدين نجيب ميه سخنه قوي، ميه تكون بتغلي او سخنه جدا درجه حرارتها مرتفعه، ونحطها فوق الجيلاتين ونقلبه كويس كويس لغايه ما نلاقيه ساح كده وبقى مفهوش الحبيبات بتاعه الجيلاتين. ونروح ضايفينه فوق الكريم الايس كريم بتاعنا اهو. ندوبه كويس جدا جدا ونقلبه ونكبه فوقيه. وبعدين نبتدي نضربه تاني، نديله 5 دقايق ضرب. وبعد ما نضربه كويس جدا الخليط كله هيتجانس مع بعضه. هنحضر بقى كذا بولة عشان خاطر نعمل كل الأطعمة والنكهات اللي احنا عايزينها، فراولة، مانجا، كاكاو، شوكولاتة، اللي احنا بقى بنفس الخليط ده نقسمه على كذا لون. عايزين فراولة، عايزين مانجا، عايزين كريمة يبقى لونه أبيض بالفانيليا، ايس كريم فانيليا. هنعمل ايس كريم دلوقتي ده هنركنه، ده فانيليا، وده هنحط عليه مثلا. هنقسمه بقى الخليط كله، نقسمه كذا نوع. ولازم نكون مثلا لو عندنا فواكه نستعمل الفواكه، تبقى مفيدة جدا للأطفال. وممكن الألوان الصحية، لو مانجا فيه، فراولة فيه، عشان نفرح ولادنا ونجيب لهم في البيت الحاجات الغالية اللي بره. ممكن اهو الدريم مثلا جيلي، ممكن برضو نستعمل منه فراولة، ونجيب كل الالوان لولادنا وبطريقة سهلة جدا وجميلة. هنبتدي دلوقتي بقى نحط الجيلي ده فراولة، هنحطه في شوية مية صغيرين برضو زي ما عملنا الجيلاتين. هنقلبه كويس جدا، وبعدين نجيب مية سخنة خالص ونحطها فوقيه، ونضيفه فوق الخليط بتاع الابيض بتاع الفراوله. حطينا عليه ميه سخنه، هنحطه هنا على الكريمه البيضه. وهنبتدي بقى ده بقى بالفراوله. يعني قسمنا الخليط بتاعنا ده لكذا حاجه، وهنضربه كويس جدا. وبعد ما نضيف ممكن نجيب بقى فواكه طبيعيه نحطها فيه. لو عندنا مانجا نجيب ونحط المانجا بتاعتنا اهي، ممكن نحط، لانها بتبقى القيمة الغذائية عالية بتاعتها ومفيدة جدا. مفيش خلاص بنجيب اللون الصحي ونحطه، نجيب الدريم ونحطه اهو. وبتبقى طعمها لذيذ لما هي بتبقى بتتضرب في الايس كريم كده، وبتحسي ان مفيش لا مواد اضافية ولا الوان ما نعرفش صناعية، لا، هتبقى حاجات صحية ومفيدة جدا. ومش هتبطلوا تعملوه وهتجربوه وهتشوفوه تحفة وحاجة كده يعني وهم. وادي مثلا خلينا ده هنحط عليه كاكاو. شوفوا بقى المقدار بتاعنا جاب لنا كام حاجة. جاب لنا فانيليا وكاكاو ومانجا وفراولة ب3 كوبايات. المقدار اللي عملناه ده ملينا بيه الدنيا وما كلفناش حاجة لو اشتريناه. دلوقتي احنا قسمنا الجيلاتي بتاعنا اللي عملناه بالفانيليا
لكذا جزء. هناخد منه جزء نخليه بالفانيليا ابيض، والتاني هنحط عليه اهو الابيض ده هنشيله بقى خلاص. ده مش هنحط عليه اي الوان لا صناعيه ولا عصاير ولا حاجه، يبقى ده فانيليا، جيلاتي الفانيليا اللي هو الابيض اهو هنشيله في الفريزر بقى عشان. والتاني بقى بالمانجا وفراوله، وهنعمل بالشوكولاته برضو. اللي هنحط هنا هنضيفنا عليه طبعا زي ما شفتوا، ضفنا عليه الفراوله وهنضربه بقى في الكبه. ودلوقتي ضفنا احنا الفراوله، ايس كريم الفراوله هنضربه جامد لان هو بياخد مرحلتين. دلوقتي احنا هنضرب المرحله دي ونشيله يتلج في الفريزر، وبعدين نرجعه تاني بعد ما يتلج نروح ضربينه تاني في الكبه او بالخلاط او بالمضرب، ونحطه تاني يتلج مرتين. هي بتاخد عمليتين، وبعدين نطلعه للتقديم ويبقى شكله تحفه وجميل. وعصير فراوله هنحط عصير اي عصاير كاكاو، اي عصاير عندنا هنحطها او الوان اهو. دلوقتي هنضيفه، هنشيله في كيس ونحطه في الفريزر. اول ما يتلج هنديه ضرب، نضربه تاني، وبعد كده نشيله حوالي ساعتين في الفريزر ونقدمه بقى، وبيبقى طعمه تحفة وشكله رهيب. كده اهو كل اللي بنعمله بنشيله ونحطه كده الكيس، نطلع منه الهواء، وبعد ما نطلع منه الهواء نخليه كده مبطط، مش عشان نقدر نتحكم في اننا نكسره ونحطه في الكبة او في الخلاط بس. وادي الكاكاو احنا برضو هنعمله بنفس الطريقة، بكبة بمضرب بهاند بلندر، ولازم نخليه نضربه جامد. الضرب ده فايدته ان هو بيخلي الجيلاتين بيتجانس مع السائل ومع الكريمة، وبيدينا طعم رهيب، وبيدينا القوام الجميل بتاع الايس كريم اللي احنا متعودين عليه. وكذا نوع وهتستفادوا منه جدا جدا. ودي المرحلة طبعا اللي هنشيله فيها نتلجه. والمرحلة التانية برضو فايدتها لما نيجي بقى نضربه تاني بيدينا خلاص، بيبقى الايس كريم ما بيدوبش مننا وما يتفتفتش ولا بيبقى زي المية، بيبقى متماسك حتى لو قعد بره التلاجة. دلوقتي احنا هنحطه برضو زي اللي فات في الكيس. وده بقى المانجا هنخلطه، والمانجا طبعا غير الكاكاو وغير الفراولة، لان حطينا فيها مانجا قطع يعني عصير طبيعي. الوحيدة اللي هي عصير طبيعي المانجا. وشوفوا حلوة ازاي وقوامها جميل. ولسه برضو لما نحطها نتلجها مرة تاني ونرجع نوريها لكم، جميلة جدا وطعمها جميل يعني، ولا ايس كريم في اي حتة زيه. شايفين بقى تقيلة ازاي؟ شايفين قبل ما نتلجها؟ وادي الايس كريم بعد ما تلجناه بعد ما تلجناه الفراولة على المانجا على الكاكاو الشوكولاتة يعني. وممكن كمان لو في كريم باستيري نعمله بيبقى طعمه جميل. وبعدين احنا يعني هو ما بيتلكش، بيبقى زي التلج، بيبقى يعني فيه هشاشة كده، لو ضغطنا عليه بينزل بسرعة. هنحطه بقى هنضربه بالهاند بلندر، بس يستحسن نحطه في الخلاط بيبقى احسن. بس اللي هي المرة التانية دي، المرة الاولى دي اللي هي خلاص هنحطه بقى بعد المرة دي هنتلجه. بعد ما نخلطه الخلطة دي هنتلجه ونعده بقى للأكل، يبقى للاستعمال ويبقى طعمه لذيذ. خلاص كده بنديله ان هو يدي القوام بتاع الايس كريم المتماسك، اللي هو حتى لو قعد بره التلاجة مش هيسيح مننا ولا حاجة. ادي القوام بتاعه بعد ما اتخلط ويتماسك في بعضه، وبقى شكله كريمي كده وجميل وكريمي متماسك يعني، حتى لو قعد بره التلاجة بيقعد محتفظ بقوامه.
برضو بعد ما خلطناه هنحطه في بولة او نحطه في علبة كويسة كده وليها غطا، لان البولة دي هنحط عليها كيس عشان ما يعملش حبيبات من التلج من الفريزر، وهنجمدها لمدة مثلا ساعتين او حاجة ويبقى معد للاكل بقى، ويبقى طعمه روعة وجميل وكله بالصورة دي هنعمله بالطريقة دي. جميع اللي عملناه المانجا اهو هنشيله كده. يعني ميزة الاسترتش او الكيس ما بيخليش حبيبات التلج بتبقى فوقيه، بيحتفظ بقوامه الحلو يعني. وهنعمل كل الانواع بالطريقة اللي عملنا بيها الفراولة، وهنشيله بقى لمدة ساعتين كده لغاية ما ياخد طعم التلج. ادي الايس كريم بتاعنا بعد ما حطيناه في الكاسات والبسكوتات، وهنقدمه بالطريقة دي. ولو في مكسرات نحط عليه، في شوكولاتة نبشر ونحط عليه، اي حاجة عايزين نجملها زيادة عليه نحط. هو بالطريقة دي شكله روعة وجميل وطعمه تحفة. واوعوا تنسوا تشتركوا في القناة، قناة مطبخ ماما امال، وبعملوا لايك وشير